اليوم يتحدث عن اليوم الجمعة. اليوم تم استخدام العنف في صحار ضد المتظاهرين السلميين بالهجوم عليهم بقنابل الغاز وضربهم بالهروات حد الإغماء، واعتقل عدد منهم. تأكدنا حسب عبد الله الريامي يقول من اعتقال الصحفي محمد البلوشي الذي يعمل في صحيفة ديلي مسقط الناطقة بالإنجليزية. أستاذ عبد الله النقيب، يعني أولا أريد أن أسألك إلى أي مدى هذا الكلام ربما، هل لديك معلومات عن ما حدث اليوم في صحار؟ صحيح، يعني هو اليوم من تسلط على البلد لا يقبل بأي طرف يطالب بحقه. وأحب للإنصاف أن أنوه إلى أنه العدالة والحرية والمساواة هي قيم إنسانية خالدة، وإلا كانوا الأوروبيين من طائفة المعتزلة والولايات المتحدة الأمريكية من طائفة المعتزلة، وعمر بن الخطاب الذي أطلق المقولة الخالدة كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أكيد يكون من طائفة المعتزلة. الحرية وقيم الإنصاف والعدالة نعم، وإحقاق الحق هي قيم خالدة. طيب، هل أحداث صحار اليوم هي مؤشر لعودة الاحتجاجات في عمان، وربما بذات الزخم الذي بدأت به في فبراير الماضي؟ لطالما هذه الولاية العظيمة تستعيد رونقها ببسالة أبنائها، وهي التي أطلقت الشهداء من أجل تاريخ عمان الحديث، تاريخ يسود فيه القانون. لم يعد هناك، العمانيين وصلوا إلى درجة من الوعي والإلمام بمقدراتهم ومقدرات بلادهم، لم يعد لديهم أي مجال للسكوت على ما يحصل في البلد. طيب. هم اليوم يتطلعون بمسؤولياتهم من أجل السيطرة على مواردهم ومقدراتهم، ليكونوا كسائر الناس في سائر أقطار العالم وحرارا على ترابهم، ينتخبون من يحبوا ويسقطوا من يحبوا من الحكم. طيب، باختصار أستاذ عبد الله، كيف سيبدو لك الاحتفال هذا العام بالذكرى 41 لتولي السلطان قابوس الحكم غدا 23 من يوليو، وعلى ضوء ما حدث في الأشهر الأخيرة من احتجاجات يعني غيرت حكومة كاملة، أسقطت رموز في الحكومة، بعضهم مقرب من السلطان قابوس مثل رئيس مكتب القصر علي بن ماجد المعمري ووزير الديوان ومسؤولين كبار آخرين. قد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. الآن المنهج في عمان هو سرقة البلد. لا يمكن، يعني كان هذا 23 يوليو أو 41، هذا يعني شيئا اليوم عند الإنسان العماني. الإنسان العماني محبط وبحاجة إلى قانون يحميه ويحمي ثروات بلاده. يختطف العماني ويضرب لأنه يطالب بحقه. طيب، لا يمكن. اليوم لا يمكن السكوت على هذه الحالة. طيب، دعني أخذ رأي دكتور عبد الرحمن الوابلي في الرياض. دكتور الوابلي، ما رأيك؟ يعني هل توافق على ما أثير ويثار عن دور المملكة العربية السعودية في إجهاض هذه الاحتجاجات في البحرين تحديدا؟ ونعرف أن هنالك قوات سعودية وقوات من دول خليجية أخرى